انا اسمي ساون، عمري 23 سنة. عارف ان اغلبكم هيقول ان اسمي غريب، بس صدقوني قصتي اغرب. انا عربي وكل اللي حواليا مسلمين الا اهلي، حتى عمي اللي هو اخو ابويا مسلم، بس ابويا اختار دين تاني غير الاسلام ومش فاهم ليه. عيلتي غنيه جدا لدرجه ان انا عندي 23 سنه بس معايا 5 عربيات فخمه، واي حاجه بطلبها بتجيلي على طول من غير تفكير، وده كله بسبب فلوس ابويا. بس في نفس الوقت كنا عيله منبوذه جدا، لا قريب ولا جيران بيحبونا. ده حتى وانا عندي 23 سنه ما عنديش صاحب واحد، كله بيكرهنا، يمكن عشان سمعه ابويا اللي كانت وحشه جدا واسبابها لحد النهارده مجهوله. الموضوع مش هنا، كان في منطقتنا مكان غريب جدا، منطقه مقفوله اسمها اللي مشهور بين الناس حارة الجن. وعلى كلام أهل الحارة المكان ده ليه علاقة مباشرة بثراء أبويا. خلوني أرجع فيكم سنة 1990. وقتها سكان الحارة دي كانوا أغنياء لدرجة غبية. الغريب بقى إن سكان الحارة دي محدش يعرف عنهم حاجة غير اللي دخلها، واللي يدخلها يا يطلع ساري ثراء فاحش يا إما ما يطلعش خالص، وكأنها اختبار لو فشلت فيه تموت، لو نجحت حياتك تتغير 180 درجة. الغريب بقى يا صاحبي ان ابويا كان من الناس اللي دخلوا الحاره دي وطلعوا منها غني، وكل ما اساله ايه اللي حصل وشه بيتغير ويتعصب جدا وما يرضاش يجاوبني. سنة 1992 على كلام الناس في واحد حاول يتسلل لحارة الأغنياء، وبعد ما دخل ب 24 ساعة الانفجار ما كانش طبيعي. الشرطة والإسعاف والمطافي جم جري على المكان، ودي كانت أول مرة في التاريخ قوات الأمن تدخل الحارة دي. 54 شخص من الشرطة دخلوا الحارة، والناس كلها كانت واقفة بتراقب من بعيد. ساعة، 2، 3، 4 ساعات بالظبط الاتصال اتقطع معاهم كلهم. النار كانت شغاله بشكل مرعب لدرجه ان النهار اتحول لليل من كتر الدخان. وبعد ساعات من اختفاء ال 54 واحد، المسؤولين افتكروا ان العدد قليل فقرروا يضاعفوا العدد 3 مرات، وفعلا يا ريتهم ما عملوها. بعتوا 162 شخص، وبعد ساعات قليله حصل نفس اللي حصل بالظبط، كل اللي دخلوا اختفوا. وقتها بقى صعب جدا انهم يضحوا تاني، فصدر قرار رسمي ان محدش يقرب من الحاره دي، وسابوا الحريق شغال زي ما هو. بعد يومين من الحادثه تقريبا الحريق بدأ يختفي تدريجيا من غير تدخل أي جهة، وبعد 3 أيام بالظبط اختفى كأنه ما حصلش أصلا. اليوم الرابع سكان حارتنا شموا روايح كريهة جدا، ولما تتبعوا مصدرها اكتشفوا إنها جاية من حارة الأغنياء. الصدمة بقى لقوا هناك 216 جثة مرمية قدام الحارة. دول مين؟ أكيد عرفتوهم، رجال الشرطة اللي هم في الأول راحوا 54، بعد كده ضربوا 3 أضعاف الرقم. من اللحظة دي كل الناس بدأت تسمي المكان ده حارة الجن. خلونا نرجع للواقع. أنا دايما بسأل نفسي ليه اسم غريب؟ إيه معنى شاون؟ ليه الناس كلها بتكرهني؟ ايه اللي جوه الحاره دي؟ مع اني انا متاكد ان كل الاجابات موجوده هناك، بس انا مش مجنون ادخل واضحي بنفسي يعني. لحد ما عدى وقت طويل والايام عدت لحد اليوم اللي سمعنا فيه خبر وفاه ابويا. بس انا اخدت بالي من حاجه غريبه، كله كان بيعيط الا امي، ما نزلتش دمعة عليه. قلت يمكن قلبها قوي او مش عايزه تورينا حزنها. عدت الايام، وفي يوم من الايام وانا خارج من البقاله لاحظت قطه سودا ماشيه ورايا. الغريب انها ماشيه بنفس خطوات، امشي خطوتين تمشي خطوتين، انا ابطل ماشي هي تبطل ماشي. وصلت البيت اتلفت ورايا لقيتها لسه واقفه. دخلت اوضتي ونمت. صحيت من النوم على اتصال غريب، رديت وقلت مين معايا. رد عليا صوت ضخم وقال لي انا ساون. ضحكت باستغراب، ازاي في حد تاني عنده نفس اسمي؟ قلت له عمري ما توقعت الاقي حد تاني اسمه ساون. رد عليا رد اتمنيت ما كنتش سمعته. انت اتسميت على اسمي. وقتها قمت من السرير، بدات اخد الموضوع بجديه. مين ده؟ جاب رقمي منين؟ وليه اهلي سموني على اسمه؟ فجاه جه في بالي حاره الجن، واول ما فكرت فيها الصوت على التليفون رد وقال لي ايه اسئلتك دي كلها هتلاقي جوابها عندي انا. وكمل كلامه انا وانت صح 2 بس قريب هنكون 1. وقفل الخط في وشي. انا حسيت برعب لانه قرا افكاري، والجمله الاخيره خوفتني جدا. قعدت افكر بالساعات لحد ما ربطت الاحداث ببعضها. اتاكدت ان الشخص اللي كلمني من حاره الجن، ومن كتر الاستفهامات اللي في دماغي وصلت لمرحله ان انا فكرت اخش الحاره دي بنفسي. ومجرد ما الفكره دي دخلت دماغي جالي اتصال تاني الساعه 7 بالظبط. اسمع يا ساون، لو عايز تعرف اللي في دماغك تعالى لحارة الجن بعد 6 ساعات من دلوقتي. بس هو قال لي كده. هو حقيقة انا كنت خايف لدرجة مش طبيعية، بس الفضول اللي في دماغي اكبر من اي خوف. بعد 5 ساعات بالظبط خرجت من البيت من غير ما حد يعرف، ورحت على حارة الجن. اول ما وصلت لقيت الباب مفتوح، ودي اول مرة تحصل. كان قدامي سلم كله اسود. اتصدمت، يعني ايه في سلم؟ هو الحارة فوق في الدور التاني ولا ايه؟ وبديت اواسي نفسي ان مفيش حاجة. طلعت على السلم وكل اللي شايفه نور بعيد، ولا في اي حاجة غيره. كل درجة بطلعها التوتر كان بيزيد اكتر لحد ما وصلت عند النور، وهنا كانت الصدمة. والله ما كنت متوقع الحارة تبقى بالشكل ده ابدا. قدامي كان في صحراء، والله صحراء واسعة. فين بقى حارة الاغنياء؟ فين الكلام اللي كنا بنسمعه ان اللي يدخلها هيخرج غني؟ كنت مش فاهم اي حاجة، بس فجأة حد لمس ايه، لمسة خشنة جمدت الدم في عروقي.
لمسه خشنه في ايدي. لفيت لقيت راجل عجوز قدامي ملامحه غريبه، التجاعيد مغطيه وشه كله. ساعتها عرفت ان هو نفس الشخص اللي كان بيكلمني. بصلي بنظرة حادة وقال لي خليك ورايا وما تلفش وراك عشان التمن هيكون غالي. هزيت راسي ومشيت وراه، كتمت نفسي وما قررتش ابص ورايا. مشينا حوالي نص ساعة لحد ما وصلنا البيت قديم. دخلنا البيت ونزلنا قابو مظلم فيه درج طويل جدا بينزل لتحت زي اللي ملوش نهاية، وكل شوية كنت اسمع صوت غريب ورايا. بس اول ما فكرت ابص العجوز شدد عليا وقال لي اياك تبص. نزلنا حوالي 20 دقيقة وفجأة حسيت بضربة قوية جدا على راسي، اغمى عليا. صحيت على نور ساطع في عيني، ولما فتحت عيني كويس انصدمت. قدامي ارض خضراء واسعة، بيوت من دهب وقصور كبيرة وانهار وبحور حواليا. كنت حاسس اني في كوكب تاني وانا تايه وسط الجمال ده. عدت قدامي بنت من اجمل البنات اللي شفتها في حياتي. على طول جت في بالي فكرة واحدة، لازم ابين لها اني غني. بس قبل ما افتح بقي سمعت صوت خشن من ورايا بيقول لسه فاكر نفسك مين؟ ولما لفيت لقيت العجوز واقف قدامي تاني. ساعتها افتكرت كل اللي حصل، بس فضلت اسأل نفسي ليه اغمى عليا ومين اللي ضربني اصلا. بس العجوز ما عطانيش فرصه افكر، على طول قال لي تعالى ورايا. وانا ماشي وراه اتصدمت ازاي الحاره اللي نعرفها انها مقفوله من فوق ومن تحت فيها سما اصلا وفيها شمس بتطلع عادي. قعدنا انا وهو وبصلي وقال لي من 30 سنه رحبنا بابوك والنهارده بنرحب بيك. هنا جسمي كله ترعش، بس حاولت اثبت نفسي. كمل كلامه وقال ابوك كان اصيل، وافق وغيره رفض. جالنا فقير مسلم ادانا كنوز الدنيا، لكن كل حاجه وليها تمن، وابوك وافق يدي مقابل. بصلي بحده وقال لي ابوك ادانا انت، باعك قبل ما تتولد، وانا اللي سميتك على اسمي مش هو. انت ملكي والعالم ده كله ملكك معايا، بس لازم تكمل مسيره ابوك. انا كنت تايه مش مصدق كلمه واحده. العجوز انهى كلامه وقال لي اما تكون تابع لينا او تموت، الخيار في ايدك، قدامك يومين ترد. قام ومشي وسابني واقف في حيرتي. انا مش فاهم كلمه واحده من اللي قالهم اصلا، ولا حتى عارف انا فين. واول ما نزلت من البرج ولا نازل من البرج لقيت قدامي نفس البنت الجميله. على طول نسيت كل حاجه وتقدمت ناحيتها خروف وربنا. بصيت لي وقالت ايه اخترت؟ اتصدمت وقلت في نفسي ازاي عرفت. ضحكت وقالت لي في عالمنا مفيش حاجه بتستخبى، كله بيبان، ابلع. جيت اسالها انتوا مين. اول لما فتحت بقي الدنيا كلها ضلمت وحسيت اني وقعت في نوم تاني. فجاه سمعت الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فتحت عيني لقيت نفسي جوه مسجد والناس كلها متجمعه حواليا. بصيت لقيت اهلي كلهم حواليا متجمعين مع الشيخ. ساعتها عرفت ان انا الوحيد اللي لسه ما اسلمتش، ومن غير اي تردد نطقت الشهاده. انا اصلا من وانا صغير عارف ان الاسلام هو الصح، بس ابويا كان مانعنا نسلم او حتى نختلط بالمسلمين. رجعنا كلنا البيت وكنا حاسين براحه غير طبيعيه. قعدنا في المجلس بطلب امي، استنيناها لحد ما دخلت سلمت علينا، ودي كانت اول مره. وبعدها خدت نفس عميق وقالت ابوكم ما ماتش. قالت لنا ابوكم ما ماتش، ابوكم محجوز في حاره الجن. الكلام نزل عليا زي الصاعقه. قعدت ابص حواليا مش مصدق، طب ازاي معقول ابويا لسه عايش؟ الليله عدت ودماغي مش راضيه تهدى. ربطت الاحداث ببعضها، فهمت ان ابويا باع نفسه وباعني انا كمان، ضيع دينه وبقى ملحد. والناس اللي كانوا بيختفوا دول اللي رفضوا الصفقه وماتوا. اليوم التاني عشت في قلق بفكر في حل يخلصني من شاهون، بس الغريب ان لحد دلوقتي ما جاليش اي اشاره منهم. وانا في وسط تفكيري دخلت امي عليا، بصت في عيني وقالت لي في حل تالت. قمت من مكاني مفزوع، قلت لها ايه هو؟ قالت لي انك تحصن نفسك. الكلمة كانت جديدة عليا، عمري ما سمعتها قبل كده. سألتها ازاي يعني اتحصن؟ يعني ايه تحصين اصلا؟ امي بدأت تشرح لي، علمتني اذكار وادعية وقالت لي انها دي حماية. ولما خلصت كلامها حسيت براحة عمري ما حسيتها قبل كده. امي شجعتني وقالت لي روح وواجههم بس وانت متحصن بالله. جت الليلة التالتة دي كانت الفرصة الأخيرة، خلاص ما بقاش عندي وقت تاني. صليت الفجر وقريت أذكاري وقلبي كان ثابت. اتجهت ناحية الحارة وانا حاسس اني داخل على معركة عمري. ومن هنا نقدر نقول المتعة الحقيقية بدأت. قريت أذكاري زي ما امي علمتني ورحت ناحيه حاره الجن. اول ما وصلت هناك لقيت نفس القطه الغريبه واقفه عند الباب. الغريب بقى انه اول ما شافني شرد وهرب ها هي ها هو. دخلت من الباب واول ما رجلي لمست اول درجه الباب اتقفل ورايا. طلعت لفوق لحد ما وصلت للصحراء. هناك بقى لقيت شاون واقف مستنيني من غير كلام. اتحركنا لناحيه القبو، بس المره دي حصلت حاجه غريبه. المره الاولى لما نزلت القبو بعد 20 دقيقه اغمى عليا.
انما دلوقتي عدت ساعه كامله واحنا لسه نازلين وما حصلش حاجه. بيني وبينكم اتمنيت يغمى عليا، السلم كان ملوش نهايه. وفجاه العجوز بص في وشي وبصلي بنظره حاده وقال اسم غريب، خلان. وقفت مكاني مسغوف. خلان مين ده؟ العجوز اتوتر سالني انت مين؟ قلت له انا شاهون. على طول بدا يصرخ ويتمتم بكلام غريب مش مفهوم، وفجاه جري بسرعه خياليه اختفى في لمح البصر. ازاي كده وهو بالسن ده؟ وانا في نص صدمتي لقيت نفس البنت الجميله قدامي. قالت لي العجوز عرف انك متحصن وانك دخلت الاسلام. اتلخبطت وقلت لها ازاي عرف؟ قالت لي فاكر المره الاولى لما دخلت القبو وسمعت اصوات وبعدين اغمى عليك؟ قلت لها اه. قالت لي وقتها لبس الجني اسمه خلان، ودلوقتي لما حاول يدخل جسمك تاني اتحرق، والعجوز كان فاكر من زمان انك خلاص اتلبست عشان كده نداك بالاسم ده. فجاه البنت اتوترت جدا، قالت لي تعالى بسرعه. قلت في ايه؟ شالتني بجنون وقالت ابوك بيموت. نزلنا بسرعه رهيبه وفي ثواني لقينا نفسنا واقفين قدام ابويا والعجوز موجود معاه، بس للاسف كنا متاخرين. العجوز شاون كان ماسك في ايده خنجر وفي نفس الوقت حاطط ايده على راس ابويا. ابويا بص له وقال بصوت مبحوح اللي عملته صح. ما كملش كلمته غيره العجوز قطع راسه قدامي. بصيت للبنت اللي واقفه جنبي لقيتها بتقول لي اذكر ربك لحد ما العجوز يتحرق، وفجاه قبل ما انطق البنت اختفت. فضلت اكرر الله اكبر الله اكبر. العجوز بدا يصرخ وبيقول كلام غريب وصوته بيهز المكان. شويه بشويه جسمه بدا يولع وانا رفعت صوتي اكتر واكتر. ثواني ولقيته اتحول لرماد. بعد ما اتحرق اخدت نفس طويل وقعدت اعيط لاني ملحقتش ابويا، اعيط عشان مات من غير ما يسلم. الندم كان بيكسرني من جوه. فجأة البنت ظهرت تاني، قمت بالعافية على رجلي. جيت اشكرها بس هي سبقتني وقالت لي شاون بتوثق فيا؟ قلت لها اكيد بثق فيك. ابتدت تقول كلام غريب خزعبلات كده وانا من غير تفكير بديت اكرر وراها. وبعدين بصيت لي كده وقال جرب تذكر ربك. حاولت بكل قوتي بس لقيت نفسي مش قادر. ازاي؟ البنت ابتسمت ابتسامة طويلة جدا ومرعبة، اعوذ بالله. فجأة ضحكت ضحكة هستيرية ووشها بدأ يتغير تدريجيا لحد ما اتشكلت على هيئة العجوز شاون. صرخ وقال يا خاين. العجوز مسك الخنجر وبدأ يقرب مني خطوة بخطوة وانا واقف مكاني. هو رفع الخنجر وكان عايز يقطع راسي، لكن فجأة سمعنا صوت من بعيد. الصوت كان ذكر ناس كتير بيذكروا اسم ربنا. شاون وقع الخنجر وبدأ يصرخ يغطي ودانه وكلامه مبقاش مفهوم. انا جريت على الباب ناديت على الناس وفجأة دخل اكتر من 15 شيخ وكلهم بدأوا يقرأوا قرآن في صوت واحد. ساعتها قدرت اذكر ربنا ولساني نطق مرة تانية. ولهنا بتكون خلصت قصتنا النهارده. لو قعدت تتفرج لحد هنا فانت واحد من الاساطير، وعشان كده بحب اقولك انزل تحت اعمل لايك واشترك في القناه. وكان معاكم يوسف علاء من قناه فيروس ستوري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.